السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا من آخر فيديو احنا كنا عاملينه مع بعض، نزلته يعني وريتهولكم، كان المحشي. وشكرا جدا على تعليقاتكم. ان شاء الله هرد عليها بإذن الله. تعليق انا بحب اقرأ تعليقاتكم كلها. يلا بقى كده نبدأ الفيديو بتاعنا الجديد ان شاء الله. معانا وصفة حلوة جدا كلنا بنعشقها، هنعملها مع بعض. يلا بقى نحط اللايك لو لسه ما حطيناش اللايك. لو اي ضيفة جديدة معانا اهلا وسهلا بيكي، نورتينا ونورتي عيلتنا الجميلة. اولا كده ان شاء الله نحط اشيائنا. تمام، التعليق الحلو منكم ونحط اللايك عشان انتوا عارفين اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. انتوا طبعا شايفين معانا حطيت مادة دهنية وحطيت عليها البصل بعد ما فرمته. وعندي هنا نص كيلو من البانيه انا قطعته صغير. طبعا هنعمل مع بعض مكرونة بشاميل كلنا بنحبها، يعني لو اكلتها كل يوم مش هزهق منها، بس تكون يعني طازة. تمام. ومعايا هنا مية المكرونة، هنعمل مع بعض المكرونة سهلة جدا، حلوة باللحمة حلوة بالفراخ، بس طبعا بالفراخ احلى. هنا حطيت التوابل بعد ما شوحت الفراخ كويس، ما نقلبش كتير عشان المية بتاعتها ما تنزلش كده وتبقى يعني لازم من كل شوية نقلب، فاهمين؟ لو ما نقعدش نقلب فيها كل شوية عشان ايه؟ واحنا واقفين يعني. فانت كل فترة كده تقلبي فيها لحد ما تستوي معاكي، وتحطي بقى التوابل. لو عندك كمان معلقة صلصة بتبقى جميلة جدا. هنشوحها كويس كده ونركنها على جنب، وجنبنا مية المكرونة. هنعمل كل حاجة مع بعض خطوة خطوة كده. ما كانش عندي صلصة رحت قطعت طماطم، مفيش مشكلة. ممكن حابة تحطي جزر مبشور، فلفل الوان. بصوا يعني الحشوة دي براحتكم انتوا. تمام، دي كده بالنسبة للفراخ عندنا. اديتها تقليبه، طبعا كله متشوح وكله خلاص داخل على السوا. حطيت لها بس شويه ميه صغيرين عشان تتسبك كده وتستوي، وهنشوف طعمها، هنشوف قصدي طعمها. لا لسه طعمها ده انا اللي دقته بصراحه حلوه جدا. هنشوف دلوقتي وهي بتتسبك والنهايه بتاعتها ان شاء الله. معايا طبعا الفراخ هنا انا عاملاها كده من غير حاجه يعني. فطبعا كان عندي شوربه، جبت جنبي شوربه، وكان عندي كيلو لبن غليته طبعا وسبته يبرد. هنعمل مع بعض دلوقتي البشاميل. انا بعمل يا جماعه مثلا مقدار الصينيه اللي هي 30 سم دي، كبيره، اكبر صينيه عندي دي بتاخد من 7 ل 8 معالق دقيق. تمام. يعني ظبطتها يعني فين وفين كده لحد ما عرفت ان هي بتاخد قد كده. ماشي. وعندي القالب الصغير بياخد مثلا 6 معالق دقيق. ماشي. وبعدين لو حتى يعني مش بحب اخلي البشاميل يبقى ناقص او زياده عندي واحطه في الفريزر وارجع استخدمه، لا بحبه طازه. نعمل مع بعض ايه بقى؟ حطينا هنا الماده الدهنيه وحطيت الدقيق. هنفضل نقلب كده. طبعا زي ما انتم شايفين سمك الدقيق بيكون بيلف مع الماده الدهنيه، مش بيبقى مكلكع، فاهمين؟ اللي هو ايه، ما يبقاش السمنه قليله. عايزين زي ما انتم شايفين كده بالظبط نقلب بالراحه لحد ما تاخد معانا لون. يعني لون الدقيق بس، يعني مش يحمر، يعني يغمق شويه. تمام. هنحط بقى في المرحله دي كده بحب احط مكعب مرقه يدوب كده معاهم عشان ما يبقاش في تكتلات واحنا بنصب البشاميل او كده. فبسيحه كده معاه. طبعا محضره جنبي اول حاجه هنزل بيها. معايا هنا كيلو حليب انا كنت غالياه طبعا، ما ينفعش نجيب الحليب من اللبان ونحطه على طول. تمام. هنصب كده الحليب دفعه واحده مع التقليب المستمر. الخطوه دي مش هتخلي البشاميل معاكي يكلكع، لكن لو حطيتي شويه شويه ده ممكن يكلكع منك وكده. انا معرفش، انا جربت يعني جربت المرتين دول، لقيت ان لما تحطي الحاجه دفعه واحده، اللي هي الشوربه او اللبن، تحطيها دفعه واحده وتقلبي، ده بيخلي البشاميل زي ما انتم شايفين كده. مفيش اسهل منه بجد. طبعا انا بخلي الشوربه طبعا في الاخر دي بزود منها، بس اهم حاجه بعمل البشاميل بتاعي باللبن. افضل بقى كده احط مع التقليب، هتلاقي كل الحاجات دي كلها فكت وبقى يعني القوام بتاعه لا هو تقيل ولا هو خفيف، وسط. احنا بنحبها يعني جوسي كده، فيها بشاميل كتير كده يعني. ماشي. طبعا انا بحط بقى بشاميل في الصينيه من تحت وفي المكرونه وعلى الوش، يعني بنغرقها من صوص البشاميل. تمام. بصوا القوام فك جدا اهو زي ما انتم شايفين. زي ما قلت لكم الخطوه دي هتريحكم، ما تحطوش اللبن دفعات كده عشان مع التقليب عشان ما يكلكعش مني. اهم حاجه ما يكونش فيه حاجه سخنه، او يعني اللبن دافي او بارد والشوربه سخنه.
او الاتنين باردين مفيش مشكله، بس انا بحب احط حاجه سخنه وحاجه ايه وحاجه بارده. تمام كده. احنا هنحط بقى الفلفل ونحط التوابل والملح ونظبط معانا البشاميل ونديله بس يا دوبك كده ياخد بصوا الفقاقيع اللي بتطلع من على الجناب الحله دي، هو ده بس ايه كده، يعني نتاكد ان هو خلاص استوى. لو وصلنا هنا بقى نصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، ونحط اللايك لو نسيناه. يلا على اللايك كده، نحط اللايك، وان شاء الله الفيديو يعجبكم. وحشتوني جدا والله بجد من اخر فيديو، وعارفه ان انا مقصره معاكم غصب عني والله، كنت تعبانه كده والحمد لله رب العالمين بقيت احسن. فقلت طبعا طالما الفيديو ده عندي امنتجه كده وانزله، عشان بقالي كتير ما نزلتش حاجه. بصوا الفقاقيع اللي في الجنب دي خلاص كده. بصوا بقى الصلصه، المكرونه اللي طبعا هتتسلق معانا هي اخر حاجه، بس انا كده كنت خلصت الفراخ. بصوا الفراخ بعد ما اتسبكت بقت حلوه جدا. برضو عندي كيسين مكرونه هنا حطيتهم، يعني حتى الصينيه عندي 30 دي مقاس 30، عارفه بتاخد قد ايه مكرونه؟ بتاخد كيسين، والقارب الصغير اللي عندي بياخد كيس ونص. ده حاجه مريحاني جدا. بصوا بقى لما نيجي نسلق المكرونه ما نسلقهاش قوي، بنسيب فيها يا دوبك. بصوا انا يعني هدوق حته كده وهوريكم، هي بتبقى تكه يعني، بتبقى فيها نازله منها نازل ناقصه شويه عشان لسه هتدخل طبعا الفرن. احنا كل حاجه مستويه، بس لازم نحطها في الفرن شويه تتشمع كده وتاخد لون حلو. بصوا معانا الحشوه جميله جدا. عايزه بقى تحطي الحشوه كلها على المكرونه وتقلبي وشويه بشاميل وتقلبي في الصينيه ماشي، عايزه تعملي طبقات تمام. انا هعملها بقى طبقات وخلاص، بس بعد كده بصراحه بقيت اعملها على بعض، يعني تبقى اللحمه تايهه في كله، لان عندي الصغير ده بيحب يدور كده في النص، يدور يطلع الفراخ. يا ابني كل حاجه يقول لي ماشي حاضر وبيريحني. هنا معانا شويه بشاميل حطيتهم طبعا على المكرونه، بصوا اهو، وشويه في الصينيه اللي احنا هنرص فيها المكرونه بتاعتنا. ومعانا كمان طاجن صغنن كده هنعمله ان شاء الله برضو. في الطواجن جميله جدا، لو عندك طواجن فخار صغيره وحبيتي تعملي مثلا كل واحد طاجن بتبقى حلوه قوي. هنا هننزل مع بعض يعني نص كميه المكرونه كده ونفردها كويس اهو. الطاجن زي ما قلت لكم حطيت برضو فيه شويه كده وهنحط طبعا الحشوه جميله جدا، تنفع سمبوسه، تنفع جلاش، تنفع اي حاجه. تمام، تنفع سندوتشات شاورما، تنفع كل حاجه يعني. اهو احنا كده حطينا الحشوه بتاعتنا اللي هي الفراخ، وهنحط مع بعض طبقه كمان من المكرونه. وهنا البشاميل حطيت عليه بيضتين، انا مش بحب احط زي ما قلت لكم في فيديوهات قبل كده ليا للمكرونه، مش بحب احط البيض على الوش، بحس بريحه زفاره بصراحه حتى لو حطيت له فلفل اسود يعني، فاهمين؟ فانا بنحب دايما نحطه في وسط الايه البشاميل كده، نقلبه طبعا يكون البشاميل دافي، ونقلب هيطوه البيض في وسط ما عندكيش بيض ممكن تحطي جبن عادي يعني حلو. تمام، ولو السمنه او الزبده حلوه في قلب المكرونه ممكن تحت الشوايه بتديكي لون حلو. بصوا البشاميل قوامه، انا بحب القوام ده جدا، وكمان لو عايزاه اخف من كده تمام. وهنحط هنا كمان على الطاجن بتاعنا بسم الله ما شاء الله. بصراحه المكرونه برضو في الطواجن بتبقى حلوه جدا. هنا وزعت البشاميل كله طبعا، هندخلها بقى الفرن اهو زي ما انتم شايفين. يعني في الرف اللي في النص كده تاخد لها من ساعه الا ربع نص ساعه يعني، فاهمين؟ اللي هو مش وقت طويل، بس يا دوبك كده تغلي كده من الجناب، ومش بنحب ان هي تبقى ماسكه من تحت او تتلسع مننا من تحت مثلا، عشان ما تعملش اللي هو ايه القرمشه لا، نستفيد بالطبقه اللي تحت، فاهمين؟ بصوا اهي سخنه طبعا، طالعه سخنه مولعه نار، احنا بنحب ناكلها سخنه. لو زي ما قلت لكم لو اكلناها كل يوم ما بنزهقش منها. كده هنقطع مع بعض بقى كده طبعا المكرونه، وهغرف لهم بقى. وان شاء الله يكون الفيديو ده عجبكم، واكون سهلت عليكم المكرونه البشاميل. هي بصراحه ما بتاخدش معايا وقت والله، لو داخله المطبخ عارفه ان انا هعمل مكرونه ما بتاخدش في ايدي والله ساعه، وادخلها الفرن على طول الاكل يكون جاهز في خلال يعني ما فيش وقت كتير جدا. ده كان فيديو النهارده، يا رب يا رب ان شاء الله يكون عجبكم. اشوفكم في فيديو تاني جديد. بصوا اتفضلوا معانا بقى، لا بجد حلوه والبشاميل مظبوط. ده كان فيديو النهارده، اشوفكم على خير في فيديو جديد، وكان معاكم دعاء صلاح. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.